السلام عليكم، رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو قصة، وهالقصة يا شباب من أحداث حقيقية. قبل ما أبلش بالفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وشارك الفيديو لأصدقائك. مشاهدة ممتعة. ليش لهالدرجة رسم اليوم؟ خلونا لايك. آسف ما كان قصدي. تشوفون هاي الشاحنة يا شباب؟ هاي الشاحنة هي الموقع الأسوأ لكل شخص يتم وضعه بهاي السيارة. ليش؟ لأن بداخلها مجرمين ما ممكن تسامع عنهم عزيزي المشاهد، اللي اسمهم لورانس بيتكر روي نوريس. كانت بداية لقاء هذول الأشخاص، يعني بالعادة الواحد يلتقي ويا صديقه بحديقة وبمكان عمله يتعرف عليه، إلا هذول الأشخاص بالسجن، تعرفوا بالسجن يا شباب، يعني شو تريدهم يطلعون؟ المهم كان لورانس أكبر من روي ب8 سنوات، ولكن هي مو بالعمر يا شباب، روي كان أذكى منه ب100 مرة، يعني لدرجة اختبر معدل ذكائه وجاب معدل 138. هاي نسبة ذكائه، وكل هاي يا شباب وهو عمره 12 سنة من نجح بهذا الاختبار، وهاي الدرجة تعادل بعض درجات المخترعين والعلماء. المهم ما نطلع من موضوعنا، ولكن للأسف ما استغل ذكائه بالدراسة أو بغير شيء، بالعكس استغل ذكائه بالقتل والإجرام. لما وصل روي إلى مرحلة المتوسطة اعتزل الدراسة بشكل نهائي وقرر يتعمق أكثر وأكثر في عالم الجريمة. تم القبض عليه عدة مرات تهمة سرقة المتاجر، لحد ما اجى ذاك اليوم اللي قابل فيه داخل الزنزانة صديقه المفضل، واللي كان يدور عليه، واللي طموحه يوصل لهيك صديق اللي هو لورانس. شلون الاثنين اجتمعوا هسه؟ اتكتلنا رسميا، اتكتلنا، هذول الاثنين اجتمعوا هناك يا شباب داخل الزنزانة، اتفقوا على شلون ينفذون جرائمهم بطريقة احترافية، بلشوا يتدربون على هذا الشيء. بعد فترة خروجهم من السجن يا شباب هذا التعارف قوى ثقتهم البعض، يعني صاروا ضلوع، واللي ما يعرف شنو ضلوع بعد يعني مشكلتك. يعني وصلوا لدرجة واحد يسولف رغبته للثاني عن القتل صار عندهم هواية، وبالخصوص تعذيب النساء. يعني وصلوا لدرجة يتعاركون بيناتهم، واحد يقول للثاني انا اللي راح انفذ الجريمة قبلك. بعد خروجهم من السجن يا شباب بفترة جمعوا الاموال حتى يشترون سيارة. شنو سيارة؟ تضحك علينا انت؟ لك شنو سيارة؟ وين راح القتل؟ وين راح التخطيط؟ اشو قاموا يشتغلون نفرات؟ يا حبيبي حتى تسهل عليهم عملية القتل. لا يروح بالك بعيد. كان نوع هاي السيارة جيمسي، وطلقوا عليه لقب شاحنة الموت. ولكن لما اشتروا السيارة انتظروا فترة حتى يكسبون ثقة أهالي المنطقة. مرت فترة وبلشوا بالجريمة الأولى. كانت اكو بنت عمرها 16 سنة طالعة من الكنيسة ورايحة باتجاه بيتهم، ولسوء حظها كانوا سواق الشاحنة يتجولون بالشارع ويبحثون عن ضحية. المهم بعد ما شافوها لقوها تمشي وحيدة وبوقت متأخر بالليل، هو هذا اللي يردونه. قربوا منها ببطء شوي شوي، وواحد منهم رفع صوت المسجل حتى يخفي صوت صراخ البنت، وقاموا بسحبها وباشروا بتعذيبها رأسة. متشوقين يا أخي. بعد ما قيدوها وبعد مرور فترة من التعذيب قالوا لها ادعي. نعم قالوا لها ادعي. هاي شنو؟ قالوا لها ادعي لان راح تموتين. يا لمن موقف صعب اللحظات الاخيره هاي. وبعد ما باشرت بالدعاء روي قتلها رأسة، قتلها بطريقه بشعه لحد ما ماتت، ورموا جثتها للحيوانات المفترسه. واستمرت جرائمهم بكل عنايه وبدون ما يتركون اي دليل للشرطه. كانوا محترفين باخفاء اثر الادله، وكانوا يشوهون الجثث، يعني لدرجه من الصعب الاهالي تتعرف عن ضحاياها. وزادت رغبتهم بالقتل وتعطشهم للدماء اكثر واكثر. بعدها بكم يوم قتلوا 3 فتيات اللي هي جاكي واندرينا وليا، قتلوهن بطريقه عنيفه ومرعبه. بعدها بس خلصوا من عندهن رأسة صاروا يدورون على ضحيه اخرى. ولكن كانت نهايتهم على ايد هاي الضحية. المهم بليلة الهالوين من سنة 1979 كانت شيرلي ليتفورد جاية من شغلها وتدور على سيارة تنقلها لبيتها، وهذول شافوها بالشارع خوب ما يعوفونها. لا بالله ما يصير، تفضلي السيارة سيارتك. كالعادة جابوها وصعدوها بالسيارة، ولما صعدت بالسيارة صار اللي صار يا شباب. حالها من حال اي ضحية. استمر تعذيبها لمدة 4 ساعات، 4 ساعات متواصلة وبطريقة وحشية. شنو
قابليتهم هذول. اثناء هاي الاحداث رادوا انه يوثقون هاي الجريمة. رأسا فتحوا تسجيل صوت وسجلوا صوتها وهي تتعذب، ولكن هذا التسجيل هو اغبى خطوة ارتكبوها هذول الاشخاص بما انه صديقهم ذكي. المهم بيوم من الايام بعد ما قتلوا هاي البنت التقى المجرم روي وصديقه جيمي. هذا صديقه جيمي ايضا خريج سجون ولكن طالع بكفالة ما اعرف شنو. المهم إلا رجع للسجن التقى بصديقه، وشلونك شو اخبارك، وبوسه منا وبوسه منا. طب كت كل الجرائم اللي مرتكبها سولف لصديقه جيمي. شنو هالغباء؟ والله هي مو مسألة غباء، الله يريد يفضحه، الله يريد يبينه على حقيقته. سولف لصديقه كل الجرائم. بهذا الاثناء جيمي كانت عليه مراقبة من الشرطة. فهنا جيمي صفن وقال خل اسوي لي شغيله زينه بلكي افيد روحي والحكومه تخفف من عقوبتي. راح للشرطه وعلس جماعته، علس صديقه قدام الحكومه، قال لهم هذا هيك وهيك سوى. اكيد الشرطه ما يفوتون هيك صيده. بقوا يراقبون لحد ما قبضوا على روي وهو يشتري المخدرات. المهم جابوه بوكس منه راشد منه، اسف ضربته، سولف لهم الاول والتالي. بعدها شالوا صاحبه لورانس قبضوا عليه، حققوا وياه وقالوا له يابا انت مسوي هيك وهيك. لا يابا خاف مشتبهين، انجب لك راشد منه بوكس منه، كت الاول والتالي، اسف ضربته. بس كانت شلبت. اعترف لهم شلون كانوا ينفذون الجرائم، وبعدها خبرهم عن نوع السيارة وين مكانها. لما راحوا فتشوا السيارة لقوا الدليل القاطع اللي جاب نهايتهم، اللي هو التسجيل الصوتي للبنت وهي يعذبونها. المهم بيوم محاكمتهم المدعي العام شغل صوت التسجيل داخل قاعة المحكمة، وبعد مرور دقائق ملت القاعة بالبكاء والحزن حتى الشرطة. بس لورانس يضحك، ولك شنو اللي ضحك بالموضوع؟ القاضي واتف هاي ليش تضحك؟ شنو الفرح اللي بالموضوع؟ محكوم بالاعدام وحكم روي بالسجن مؤبد. ولهاي اللحظة وبعد مرور 40 سنة روي بعده بالسجن ما تم تنفيذ الإعدام به، ولكن بعد كل هذا العمر أكيد أنه تاب إلى الله وقرر يستغفر أكثر مما يستطيع ويشعر بالندم على اللي سواه. هيك تفكر مو؟ بعده يضحك لحد الآن. No, please. شنو هذا؟ شنو جوه؟ أنا ما أتحمل بعد هيجي. اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك. مع السلامة.